مرحبا بكم. زلة لسان لمقدمة الأخبار على القناة الثانية تثير جدلا واسعا. قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أثار خطأ غير مقصود ارتكبته مقدمة الأخبار على القناة الثانية سناء رحيمي جدلا واسعا على منصة التواصل الاجتماعي، وذلك خلال تغطية احتفالات عيد الشباب الذي يتزامن مع عيد ميلاد الملك محمد السادس. المذيعة رحيمي وخلال نشرة إخبارية قالت إن جلالة الملك بلغ 72 سنة، في حين أن عمر العاهل المغربي هو 62 سنة. ورغم أن الخطأ كان مجرد زلة لسان عابرة، إلا أن المقطع انتشر بسرعة على مواقع التواصل، حيث انقسمت التعليقات بين من اعتبره خطأ صادما ويمس رمز البلاد، وبين من رأى أنه هفوة بسيطة لا تستحق كل هذا التضخيم. بعض المنابر الإعلامية ذهبت إلى حد وصف الأمر بالخرق الجسيم، بينما شددت أصوات أخرى على أن مثل هذه الهفوات واردة في العمل الإعلامي المباشر ولا تعكس أي نية مسيئة. ويعيد هذا الجدل النقاش حول الضغوط التي يواجهها الصحفيون في النشرات المباشرة، حيث يمكن لأي خطأ لفظي أن يتحول بسرعة إلى مادة للنقاش والانتقاد على نطاق واسع.